نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة الإيمان. يقول رب العزة والجلال: ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أيها المسلمون، ومن أجل نعم الله نعمة طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فأيها المسلمون، انظروا حرارة الخمر وآكلة الربا ما ينزل عليهم من السماء من عقاب رب العزة والجلال. كم من بيوت هدمت بما أنزل الله عليها من العقاب. أيها المسلمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أوأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها المسلمون، الله عز وجل ينزل على من خالف أمره عقابا من السماء ويكتب الأرض من تحت أرجلهم ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم. وهذا جزاء من خالف أمر الله وانتهك حرمات الله ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها المسلمون، ما من قوم ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. نعوذ بالله من سخطه وعذابه. من الإسلام وأيضا رجال الشيء بسم الله التي سبحانه إنه ربي ولما تقولي نعم إسلام ما كل إسلام ما نبي ربي وفرقه. إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ممن بايع تحت الشجرة والعشرة المبشرة والمهاجرين منهم والأنصار وإسلام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. إسلام ما كل ربي ولن ليه إسلام ما خالف ربي مكنون نعم ربي. وبلغ الإسلام هل نعمة العظمى مما كنتم بل نعم إيمان قباته. إسلام ما كل قباته توحيد كل قباته. يا جماعة، إسلام ما يوم قبل توحيد يوم قبل حنقة الذيوني ظاهرة القوات مداخلا من القوات الجوية والبحرية ورهم حواسبي من الحواسب من الانتقالين وما كان يبين ورجع ما إسلام ما بقولين قبل ورتوحيد قبل وأتكسرنا يوسف الجو أقوال كثيرة أقوال أليسا ما صبرت واجب. يا جماعة، إسلام ما كسر هكذا ما الجميع فتح. أما جنبي الدنيا حالة قرة الكعبة يتغير وحال الدنيا تتغير. جنبي الدنيا نجدها وقالوا لي أجلسل وقالوا لي أجلسل يوضع إنما ودون السيارة المسلمين داخل الجيش سنبي أرجت المسلمين حضارة تتوبي وانتون جرايا كان قلبي سامفي يسدوني تطلب عند ذلك نفسه نمون باكين تمقلوا ودون بني أرجت المسلمين أن يوجدهم خساران كثير الظلمات تطلب نفسه جلس إلى ربي نعمة سابون سكران فديتي
الإنسان الصباح عليه فيأتي بعض الناس عرافا أو ساحرا أو كاهنا أو إلى آخره نقول ما الاستقامة، وهذا يحل عقاب الله وغضبه، وما ينفعه حفظ الفروع إذا ضيعت الأصول. قام بقول أمنتا إسلاما توحيدني إيماني هدي الكمالية فلا مثلا صوما للصوم ولا تبين أكانا نقول بباية مشكلات سابدان فأقول سابدان ما يريد التاني فروع أحكام الإسلام هي صلاة صومنا زكاة ما شاء الله يرجع ويولي الرسول ويولي مسألة التوحيد والإيمان بكت حركة مالي إجتو برباتيسو يروح سارالي تنوي يروح حركة ألو يروح الدين تنوي قلبي ساسبات أرى ورى قلبي ساسبات أبي وجه سبات أرى لا البرباتي اصبر في المكره والمنشر وفي الرضا والغضب رجل صبر اثبت على الإسلام الصحيح اثبت على الإسلام والسنة على فهم سلف الأمة تفلح في الدنيا وفي الآخرة تفلح في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة الخمسة إسلام أمة وكل ما ترجل واحفظ نفسك عن الشرك وعن البدعة وعن المعاصي والمنكرات والمحرمات والفوز والفلاح بإذن الله. ملكنا كربينا رجل اصبر وقد خسارات وخسرين توفي لا ينبغي أن تنقلب نفوسكم الذكر السماويات ليسا ويجذب فتنفوقا يروح الرجل وقد أمني الدماتي خسارة الدماتي يا نمان هذه حال الدنيا يروح الكتب وقعد أن الحمد لله وقعد هذه هي حال الدنيا إذن حال مع الدنيا دي أكيد كتب بيتا وقعد الحمد لله وقولت هذه حال الدنيا أكثر حال الدنيا هذه الدنيا يوتك ميانا ويوتك أبدا يوتك أرجتك ويوتك خطارك يو أكما بكتي ولتآبتنا فدير مجلد سيبوا أنبياء الدنيا من جلد بربان سيبوا أنبياء الدنيا من جلد بربان وقولا الشرين حال الدنيا هذه هي الدنيا أرجتك بربان حالك إجابة أكثر حكومة كبير حالك هي آخرة هي آخرة يقرأ سيكرا فندرسا يو أرجتك من كلام درسا زيادة الآخرة الدنيا زلاهما قبل طبيعة سيدية كذا نقالوا لك الفكر سأكي إطلاقا ثاني ثم حالة دنيا لبالدين هذه حال الدنيا تحارب الدنيا وقال مثل هذه حال الدنيا يا فلان فليا أبو حال الدنيا كنائي أكملت ولدينا نقول لكم ثم حال الدنيا ليسوا والنار لاكي ربما يتعامل لما تشينا وهذا يحل عقاب الله. ما من قوم أرموا كل وانسان وما ظهر في قوم الربا والزنا أرموا فكيسة الذين الربا في زنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إبما قال رب حلال فلك ولا الملك إنسان ماله قال رب حلال فلك يا جماعة ما في عبادة أبامنا عبادة ما في حرام كيستنا لكم إبما كيستنا قال رب حلال فلك قال رب حلال فلك يا ما في المعنى كما يسألنا لجالاتاً ما تيجي قابل يقول يا ما تيجي ربما تنكيس هذا لجالنا لجالاتاً اشتك يا ربي مسكين ما ربنا بيبدي
إتلتها قاعد جلتو نروني حواسي مالي رباطي زنا إساءة السدب الذي إبادة الله حلال وتنيج لدي إبادة في الدنيا أكبر حلال وتنيج كما أبريد السلامات وانتظر إستيقوا أمرنا يجلتو وبريد لكم على سريع كرتان حرموا الهدى النجان فلما أحلوا الربا والزنا قاموا بالحرام جرى حتى على الظلمين خلقات وتوجيه جاي رب سبحانه وتعالى قال كيف إنه أمر الأمر إنه بيائين كل ساعة الأمر الأمر طوال ولي أمر كل أكل تقول فمنون ربنا يقول نجي الدنيا ربي ونجي إبادة وكل الدنيا الدنيا قولي أبنا يقول تجي لمالي والدنيا أجل عبادات ربي السيرتي وأن كان مثلا الحمد الطعالي ولسبة إجابة زارات الكلمة يجب يعني الحمد الدبني آية القرآن فاعتبروا يوم الأنصار قل اتباعا ربك شركتين إذا أنا محرم بالرجل وقل الإسلام توبوا إلى ربكم واستغفروه فربك إنه مبلغ حرام واجب يؤمن خوارج رب ممكن واللي قالت في التدين والتوبة عبادة أبيد مالي يقول لي يا ابني أبيد ولتوني في طاعات شركين في توحيدات مع صيام العبادات قربت بجيبنا لكم تجارة وماذا بارك الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، فمن حال الدنيا أمة الإسلام حال الدنيا كمراي يرزق أهله يرزق أبوه نقول عبادات يرزق بالسليم مبقى لإسلام الإنسان مع الإسلام ومع ذلك تضيع الرسول وسبباء تاتي جدا إلى مرة عبادات قيمة عبادات والرجال بلشتا فاتقوا الله عباد الله ولا تضيعوا عباداتكم وطاعاتكم وصدقاتكم فإن من شروط قبول العبادات الإيمان والإخلاص والمتابعة بلي الإسلام وعد العبادات لما راكب لمرة إني تقول إخلاص لما تشكي ما واللي توجد والمتابعة رسول ربي جلده فمهما عمل أي عمل إن لم يكن فيه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول ربي جلده من ربكو نساء إبادة نساء سرهم كيف لهم وجدت أنا يروحكم جراجرا إسلمتم دعائي ومالي يرى شركي ترى بعض الناس إذا أصابه شيء ما يذبح لغير الله ما بدهم كتبه وقالوا كتبه وشبهوا يذبح لغير الله جني أيضا وأنت سبحان الله وهذا حفظ أعماله. وهنا صار بعض الناس إذا أصابه بعض الأمراض والمشاكل أو ما ذكره نفسه يأتي العراف أو الكاهن صاحبي كاهني وهذا درجات ثلاث. فيا عباد الله وهذا مما يحبط العمل
ويحرم الصدقات والجماعة والجمعة، ولا يكون العمل مع الشرك درجات متزوجة بالتالي شركها والجنس المبين شركها والجنس المبين. أنا إن شاء الله تعالى وانتبهوا دين الإسلام كله أصولها بفروع واجبة. أنا ما عليك أكثر أهل العلم أكدون علماء الإسلام إلى ذكري بقوة من الإسلامات بفروع واجبة. فمن ضيع الأصول فلا تنفعه الفروع. يوم بقوة من الإسلامات التي دمر تنطير أصول تذكر توحيد أصول نمي يقول إطلاقا من تأييد ألف يو كائنة عمل يو راجل عمل أصول الجلابة ماذا يملكني الرب تماما يفعلون سافر وعقل ما شاء الله يسأل صلاة الخمس ما شاء الله يسأل الجمعة والجماعة فبها ونعم. ولكن المشكلة يضيعوا ايش؟ يضيعوا الأصول. بقولة أمنتا إسلاما كان الجلابة اللي سجلتوا يا جماعة خاصة عند المسلمين كيف سمع بنك المسلمات ثم يضيع ويشرع في بعض المحرمات ويتعامل بعض المعاملات الممنوع المحرمة المنهية عنها المحظورة ودلال الناس يا إبراهيم وأنا قرأت في أنا قلت كذلك أصولا بفروع الرجال والمقام نفي أصولا الليس فروع تنطيرون نفي أصولا الليس وعنك جماعة ثلاثة معاملات ثلاثة ما ينفعه ما ضيعه حتى إني يدي أصولا بيسير نفسي اتقوا الله عباد الله وحافظوا على أصولكم على أصول دينكم وفروع دينكم تفلحوا عند ربكم. ثم وجهك السبيل الجنة دم ورسالة الجنة بيدنا آخرته بالمرسلين كل شيء يا الذي ورمانا على قدر وسلم على رسولكم كما أمركم ربكم في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين بحولك وقوتك وقدرتك يا أقدر القادرين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين والمسلمات ونفس كرب المكروبين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.